إذا قفزنا إلى الأمام فما يمكن أحد مننا ينسى في دول الخليج بالذات صورة أبو عمار وهو زاير لصدام حسين عام 90 بعد احتلال الكويت. شعب عربي محتل، والكويت دول الخليج كلها كانت تحتضن الفلسطينيين، ولكن الكويت بالذات كانت تحتوي القيادات الفلسطينية. ونشوف أبو عمار في بغداد يقبل ويضحك ويمزح مع صدام ويهنيه بما حصل. هذا كان له وقع مؤلم على كل شعوب الخليج، وبالذات على الإخوان الكويتيين والأخوات الكويتيين، وبالذات على الكويتيين اللي بقيوا في الكويت وكانوا وقاوموا الاحتلال. كمثال آخر على عدم التوفيق، بعدها بأشهر يبدأ معركة تحرير الكويت ويضرب صدام حسين عاصمة المملكة العربية السعودية بالصواريخ. أول مرة تضرب عاصمة المملكة العربية السعودية بالصواريخ من أي جهة، يعني حتى إسرائيل ما ضربت المملكة بالصواريخ. والصواريخ هذه على فكرة اللي حنا اشتريناها لصدام ودعمناه في حربه ضد الفرس. وتيجي الصدمة الثانية في هذه الفترة عندما شاهدنا شباب مغرر فيهم في نابلس يرقصون وفرحانين على ضرب الرياض ويعرضون صور صدام حسين. هذه أشياء ما تنسي، لكن حنا كنا أكبر منها، مو علشان القيادات الفلسطينية لكن علشان الشعب الفلسطيني.